السلام عليكم، كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله بخير. شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. اليوم حنعمل فيديو جديد. حنعمل اكلة كوسة محاشي باذنجان وكوسة وهيك قرنين فلفلة. ما عندي انا اللي عندي ما بيحبوا فلفلة كتير. كيلين كوسة هون معي، انا كيلين كوسة وكيلو باذنجان ونص كيلو لحمة، وبدي احط عليهم 3 كاسات رز. يلا بشوفكم الخطوات الثانية ان شاء الله. هون انا عندي فلفل اصفر، ملح، نعناع، ثوم، مية البندورة وسمنة. الأكلة أنا إذا بدي أحط بالتتبيلة بدي أحط العصفر طبعا، وبدي أحط الفلفل والملح وبس يعني، والبقايا بحطهم إن شاء الله بالخطوات الثانية إن شاء الله حبايبي. أنا عندي حشوة الرز. بدي أحط اللحمة. أنا هون اللحمة ضايفت لها هيك شوية بقدونس، هيك ترجع على حسب الرغبة اللي بيحب طبعا. وبدي احط لها معلقتين ملح صغار قبل حشوة الكوسة. عندكم هون الأصفر 3 معالق صغار. بتعرف الحشوة بتحب يعني تتبيلة الكوسة، بتحب الحشوة الظريفة، بالأخص الكمون والفلفل. هي الحشوة الكوسة أو تتبيلة الكوسة بتحب البهارات كتير، يعني كما كانت بهاراتها كتيرة كما بتطلع أطيب يعني. أنا هون حطيت أنا هون حطيت 3 معالق عصفر، معلقة صغيرة فلفل أو معلقة ونص عشان تطلع ظريفة، معلقتين ملح صغار وعصفر 3 معالق. وهي عندكم الكمون بترجع على حسب الرغبة اللي بيحب، كمان بتطلع طيبة بالكمون، معلقة صغيرة ما تكتروا. هلا أنا هون حبايب قلبي شوفوا، أنا بدي أحط لها سمنة للحشوة. هدول 3 معالق بالضبط تطلع طيبة، يعني بدها تكون سمنة، أهم شي تكون سمنة طيبة ظريفة يعني. هي معلقة وهي 2 الرزات. أنا شافت 2 مناح يعني، وانتم شوفوا قديش بتحبوا تحطوا لها سمنة. معلقتين كفاية يعني طبعا. هلا أنا رح أحشي معكم التتبيلة. عفوا بدي زبط معكم التتبيلة حبايب قلبي. هلا هون أنا بدي أحشي الباذنجانات والكوسايات. هون في عندي قرنين فلفلة كمان، يعني بحشي الباذنجان. أكلة كتير 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 طيبة وظريفة اللي هيك بالشتاء، طيبة يعني بتدفي. هي كوسة كمان عم بحشي. مين بيحب هالأكلة اكتبوا لي. يلا أنا هلا ححشي الكوسايات وبرجعكم بالمرحلة الثانية. أنا عندي مية البندورة، يعني زبدية يعني ما يعادلوا تقريبا 4 معالق كبار. هون بدي احط معلقة سمنة كبيرة قبل المرق. طبعا قبل المرقة بدي احتاج نص معلقة فلفل ومعلقة ملح كبيرة صغيرة وبس يعني. يعني بدي هدول بدي اخذهم احطهم بالطنجرة تبع المحاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين بنرفعهم على الغاز. حبايب قلبي انا هون هلا حطيت الكوسايات على الغاز، بدهم من ساعة لساعة وربع، وانتوا شقشوا عليها شوفوهم يعني. ايوه ان شاء الله برجعكم الخطوات الثانية، وبس تستوي معنا بنضيف الثوم والنعناع. طبعا برجيكم بالخطوات الثانية انا عم ضيف الثوم والنعناع وهيك. خليلي قلبكم يا رب الهي. الصبايا هون عنا الكوسة هلا والباذنجان يعني ها تقريبا خلصوا. هلا انا عم ضيف هي معلقة الثوم كلها، يعني تقريبا هذا تقريبا يعني هي راس ثوم تقريبا، ونعناع صبايا معلقة. ماشي. انا بس تخلص الطبخة على طول هي المحاشي بس كن يعني
يعني بس تخلص اخر شي بنضيف لها نعناع وبنضيف لها ثوم. حبايب قلبي، هلا هون الكوسه خلص معنا، سكبنا قدامكم. شوفوا شلون هيك بشهي، يعني على هالمنظر اكله ولا اروع من هيك. علوها وجربوها وما بتندموا، كتير طيبة. أكلة محاشي معروفة يعني، وبخص بالشتاء كتير كتير طيبة، وريحتها هيك فايحة يا عيني. أهم شي صبايا ديروا بالكم كتروا لها بهارات يعني. أهم شي الفلفل والكمون، بهارات هيك مشكلة تطلع كمان طيبة على حسب ما بتحبوا انتو. توم والنعناع لا تنسوا بعد ما تخلص الأكلة تحطوا لها هيك شو على الوش وتخلوها تغلي غلوتين. حبايب قلبي هلا أنا حدوق معكم. حبايب قلبي شوفوا لي على هالمنظر الباذنجانة والكوسة. شوفوا لي الكوسة شلون طالع بشهي يا عيني، والله ولا أروع من هيك. الباذنجان يا عيني شوفوا كتير كتير شي ظريف وناهي. يا سلام، أنا حبيت هيك اسمها قدامكم عشان المصداقية يعني. حبايب قلبي ما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ما تنسوني. وهلا بدي اشوفكم انتم عم تحطوا لي اللايك. انا زعلانه كثير منكم، ما حدا عم يحط لي لايك ولا حدا عم يشترك. على فكره انا عم سوي الفيديو يعني انا يعني بكون تعبانه، وانا من اول فيديو كنت بدي احكي قصتي هيك، حابه احكي لكم شوي عن وضعي وحياتي. يعني انا مريضه على فكره، كنت بعمل الفيديوهات. هو يعني اي وحده بتطبخ اكيد، وبس انا عم بطبخ وصور غير بتعب اكتر. التصوير كتير في تعب يعني، وبتعرفوا التصوير بالطبخ انتو شلون الواحد بيتعب، بيحتاج لكتير شغلات، فبصير التعب زياده. يعني انا مريضه والله. من اول فيديو كنت بدي احكي، وكل مره بقول بدي احكي بقول وبخجل. بعدين المره يعني لا احكي، يعني خلص قررت اني احكي يعني عن وضعي. سواء انا مريضه، معي ورم بالثدي، يعني بسد الثدي. والله يا رب هيك يعافي كل موجوع، وادعوا لي الله يعافيني. امانه منكم، امانه. انا هذا الفيديو خص نص حبيت احكي بقصتي عشان تدعوا لي، والله وكيلكم عم بحكي جد يعني والله العظيم. والله لا يضر حدا ويعافي كل مريض بجاه هالاشهر الفضيله. وبدي منكم ما تنسوني من اللايك والاشتراك. انا والله بتعب وقت بصور يعني بالنسبه للطبخ، بالنسبه للتصوير هذا التعب تعبين بصيروا يعني. والله انا مريضه، انا عم بشتغل يعني، والي على الوضع شي سنتين معي ورم يعني. وادعوا لي الله يعافيني، امانه عم بطلب منكم تدعوا لي الله يعافيني. يعني انا مريضه عم بشتغل وعم بتعب، الله اعلم فيني والله العظيم. وعندي اولاد بدي ربيها وهيك الوضع كثير صعب. انا ما عم بحكي عشان تشفوا علي، يعني هذا فضل وليس امرا. انا ما بجبركم على شيء. يا ريت هلا انا بدي اشوفكم انتم تضغطوا اللايك. ضروري تكبسوا لايك. ربي يخلي لي اياكم. والله اعلم بحالنا ووضعنا يعني، والحال من بعضها، والناس يعني كلها مثل بعضها. وانتم في بقلبكم رحمه كتير كبيره، وانتم ما في منكم، وانتم بتخافوا الله. غالبيتكم بتخافوا الله، بتحسوا. نحن لازم نحس ببعضنا، يكون في لنا رحمه لبعضنا. وربي يخليكم ما تنسوني، ربي يخليكم. والمرة الأخيرة بقول لكم أنا ما عم بحكي مشان تشفوا علي، لا والله. ولا عم بحكي إنه حكي تفكروا إنه أنا عم بحكي من عندي ولا عم بكذب، لا سمح الله. لا والله العظيم، الله أعلم بوضعي. وبدي أول ما أنهي الفيديو معكم تحطوا لي لايك واشتراك. ربي يخلي لي إياكم، وكله بميزان حسناتكم، كله بميزان حسناتكم، كله عند الله، عند الله ما بدي شيء. الله يخلي لكم أولادكم إلهي يا رب، ولا يعيسكم لحدا، ولا يمرضكم، ويعافي كل مريض، ولا يضر حدا يا رب، ويخلي لي قلبكم. وبشوفكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. هلا بدي أودعكم، ما تنسوني أمانة. وأهم شيء تدعوا لي إنه الله يعافيني ويعافي كل مريض يا رب بالفيديو. خلي لي قلبكم. سلام حبيبات قلبي، باي باي.